السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله دايما تامين وملمومين ومبسوطين وفرحانين. وقفتني عبارتين قبل وأنا كنت بفكر فيها كده. الزول طبعا لما يكبر في السن بيبدأ يفكر في العبارات الزمان اللي كان بتفوت عليه ساي، وفجأة يلقى نفسه إنه هو كانت بتمر عليه ساي وهو ما عارف معناها أو تأويلاتها. زمان هنا بيقول لك مثلا الله السجن حق الرجال، ما مرات ممكن السجن ما يكون حق الرجال، يعني ممكن يكون حق الحراميه. الحراميه ما ناس رجال عشان نقول عليهم انه السجن حق الرجال. الحرامي بتلف عند الناس وبيسرق حاجاتهم وهم ما شايفينه، ما زول مواجهه. وفي الحرامي اللي بيسرق بلد كامله، وفي الحرامي اللي بيسرق وزاره، وفي الحرامي اللي بيسرق حاجات كثيره، وفي الفاسدين المسؤولين الكتار الشعب نايم وهم بيسرقوا في حاجات كثيره. فما حاجه اسمها السجن حق الرجال. وبعدين واحد يقول لك الطلاق حق، طلاق يوم حق بنات الرجال. صح، مرات تكون هي ما مذنبه، يعني ما عندها هي طلبت الطلاق لانه مثلا راجلها يعني عنده مشاكل في التعامل معاها، بخيل بتاع حاجات كثيره. لكن مرات ممكن تكون يعني طلقوها ساي عشان ملاحة ساقط فهمت عشان كده. فان شاء الله ربنا يستركم جميعا، وان شاء الله بلد بلا مشاكل اسريه، وان شاء الله الطلاق يكون يعني بنسبه بسيطه كده الطلاق ده فيه، لكن ما يمتد بشكل كبير، وان شاء الله بلد ما فيها حراميه. عنوان الحلقه صعب شويه يعني الليله، وانا كنت برضو بفكر في الموضوع ده انه الناس دي وصلت المرحله دي كيف. يعني تعالوا يا اخوانا نتكلم بالراحه بهدوء كده، ما دارين نطور الموضوع ونخليه يمشي في اتجاهات بتاعت راي فلان وما راي فلان، ونحن ما جلادين في المجتمع ده، ولا عاملين فيها ناصحين، ولا عاملين فيها انه نحن ناس عندنا راي على الناس وكلمتنا بتمشي على بعض الناس. يعني الكلام ده ما حقيقي. اي زول بيقول رايه، واي زول بيقول الحاجه اللي بيحس بها. ممكن رايك يكون صح، ممكن رايك يكون غلط، لكن انا بشوف انه مثلا الناس زينا، يعني انه ربنا اداهم حبه نجوميه كده وحبه قبول عند الناس، والناس بتسمع كلامهم وبيحضروا فيديوهاتهم، انه لو في حاجه ممكن يقولوها الناس بتشوفها. ولما تشوف الناس ما معناها الناس شافتها بشكل كبير معناه هم رايهم صح، لا، الناس بتشوفها بتشوف رايهم ده ممكن يقولوا عليه صح وممكن يقولوا عليه خطا. عشان ما اخذ لكم الموضوع وترسل لكم كثير الفيديو ما يكون طويل، كنت بفكر في القصه بتاعت كيف الاولاد يغنوا غنى بنات. يعني ضمير الانثى ده يعني من زمن جناي البريد وحننه في ايده والحاجات زي دي، ده غنى بتاع بنات. ويوم زوري لي شيخك بموسى الحنه منقوشه والجلسه في الكوسه، يوم زوري لي شيخك العجلان جيبوا لي حفيان من جده للسودان، واللي ماشي لباريس جيب لي معاك عريس شرطا يكون لبيس من نهايه التدريس. جاتنا مشركه زمان هوي بي الفلان العريس يا الله تملي، ده كله غنى بتاع بنات. وحقت وسوحي بالجنب موحي، ده برضه غنى بتاع بنات. في حاجات كثيره ارتبطت بالبنات. الغنى ده حاليا بغض النظر عن رايك في الغنى صح ما صح حلال حرام، دي حاجات بترجع للناس اللي عندها علاقه بالامور المختلف عليها والمتفق عليها في جمهور العلماء والكلام ده. ونحن ما بدنا نخش في الدريبات دي لانه نحن ما ناس ما عندنا زي ما تقول قدره عشان نجابه المساله دي بالدليل وبالشرع وبالسنه والكتاب. غنى البنات اللي بيخلي الولادات يغنوا شنو، واللي بيخلي الرجال يغنوا شنو، او خليها مش الرجال الذكور يغنوا شنو. يعني الغنى اللي انا ذكرته هسه ده في الحفلات الكثيره بتلقى الاولاد بيغنوه. يعني الكلام ده يعني ما حاجه سمحه يعني، ولا حاجه مشرفه، ولا حاجه حلوه. يعني ده تغني غنى بتاع سوق عشان الناس يجيبوك، ممكن تغني غنى بتاع سوق للطرفين يعني، لكن ما ممكن تكون الغنية دي مصممة للبنات وفيها ضمير الأنثى وفيها التأنيث. انت بتدخل نفسك في الحتة دي ليه يعني الحاجة دي بجد يعني الناس المفروض تراجعها وتاخذها، وده ما موضوعنا. يعني انا ده بشوفه ما موضوعنا، لكن موضوعنا الاساسي الاولاد الفنانين مشوا حاجة اكبر من كده وحاجة اسوأ من كده. بقينا نشوف الاولاد بيعملوا كريمات، فنانين بيعملوا كريمات وبيتكلموا بضمير الانثى، يعني بيقول لك جايه يا هنايا وما شفت يا ايتي. كميه كبيره من الناس ديل بيقوا موجودين ومنتشرين وبشكل كبير، وعندهم جمهورهم وعندهم ناسهم وعندهم زي ما تقول جلاسهم وناسهم اللي بيجيبوهم في حفلاتهم وفي قعداتهم وفي وناساتهم وفي الحاجات دي. لكن الزول اللي بيشجع الناس دي والزول اللي عنده علاقه بالناس دي
لو سالته قدام الناس بشكل عام بينكروا. يعني لو سالته بتسمع للفنان الفلاني اللي بيعمل الحركات دي بينكر لك الكلام ده. لكن المساله بينه وبين نفسه كده هو راضي بيه. لكن انا سؤالي انه الناس دي يعني داير يصلوا لشنو؟ او داير يصلوا ليدوا حاجه يعني. ما هو واحد من اثنين، ما ربنا خلق الذكر وخلق الانثى. ما انت واحد من اثنين يا اخينا، انت معانا ولا معاهم؟ يعني يا انت ذكر يا انت انثى. لكن بين دي ما بتجي، بين دي ما سمحه. فرد للشعر ولينسس وكريمات وتفتيح وتبييض وحقنة كلنا عرب وده رسما من حته معينه وده ضعف من حته معينه والكلام ده. انت تصل لشنو؟ يعني انت بتستمتع بانك انت تكون، يعني انت ما راضي والعياذ بالله بانه ربنا اختار لك انك تكون ذكر، لا تبقى انثى وكلام من النوع ده. بعيدا عن فكره الحريات وما الحريات، انت الحاصل لك شنو؟ هل يا جماعه دي مشاكل نفسيه محتاجه لمعالجه؟ هل ده عدم تربيه؟ هل ده اخر الزمان؟ هل انه المواضيع زي دي المفروض نسكت عنها وما نتكلم فيها لانه الموضوع ده غلط وبيفتح علينا ابواب؟ لكن انا شايف انه اي حاجه ممكن تكون شاذه في المجتمع نحن المفروض نتكلم عنها، المفروض نقولها. ويا اخي يا ريت الكريمات اللي بيعملوها دي ولا اللي بيسووها دي لو كان عندها قيمه، ولا الكريمات دي سمحه، ولا الكريمات دي بقروش كتير. الواحد تلقاه زي الله يكرمكم زي العتود، الوش ابيض والاثنين سود. كيف؟ بتبقى الحكايه يعني انت ذاتك يعني قليل ادب ومنحرف ومفلس، صعب عليك. يعني انت ذاتك ده شعر ما عندك له رقم. فالمساله دي اللي خلاني اتكلم فيها الليله القصه دي صراحه يعني حكى لي واحد من اصحابنا واحبابنا الموجودين في دول المهجر. طبعا في دول المهجر الحاجه دي عندها قانونها وعندها ميزتها وعندها امكانياتها. انه ولده حس قبل 3 سنين عليه بانه ماشي في الاتجاه بتاع انه يعني يكون يعني متأنس شويه كده، يعني ماشي على اساس انه يكون بنوتي كده يعني والعياذ بالله. الحاجه دي في طريقه لبسه، في طريقه مشيته، في كلامه، في الاهتمام الزايد بنفسه. ما قلنا ما تستحموا كمان، لكن الاستخدام ذاته للميك اب والكريمات الحاجه دي بقت موجوده عنده بشكل كبير. فابوه لانه طبعا رجل سوداني لاحظ عليه الحاجه دي، قال لي يا الواد انا بديت اتكلم معاه فما اداني حاجه، قال لي دي حريتي الشخصيه وانه الحاجه دي يعني انه ما المفروض هو يتدخل فيها وكلام من النوع ده. قال لي بقيت مقلق، اذا اتكلمت معاه وعنفته وكلام من النوع ده ممكن يضرب لي للشرطه او ممكن يخلي البيت او ممكن افقده. فبقيت شويه شويه انه اقرب منه، امشي في الاتجاه. فاكتشفت انه بعد ذاك انه الولد ده خلاص وصل مرحله بتاعت انه يعني وصل مرحله فاهمني يعني. فقال لي لما بعد ذاك اتصدمت واجهته وعملت ثوره كبيره فمديت يدي عليه، يعني دون ما اشعر بالغريزه بتاعت الاب السوداني الحاجه دي ما بيقبلها على الاطلاق. فدخلنا في شجار بيناتنا وانا قمت مديت يدي عليه. ما كان الا بعد شويه جات الشرطه وكتبوني تعهد انه انا ما اطوار يعني ما عندي بيه علاقه ثانيه على الاطلاق، ما في حاجه بتلمنا، ما يقدر امد يدي عليه ولا انا حاخش سجين وبتاع شنو، الا امه تدخلت وحنسته عشان يعني يقوم يتنازل عن الحاجه دي. لو ما كده برضه قال لي كان ممكن السجن طوالي حسب قانون البلد اللي هو موجود فيه. فالحاجه دي لناسنا الموجودين برا وناسنا اللي قاعدين هنا الحاجه دي بقت كعبه. لكن انت لما تكون فنان ولما تكون ممثل ولما تكون صاحب رساله ولما يكون الناس بيحضروك ولما يكون عندك كميه كبيره من الحاجات السمحه اللي انت الناس حبتك عشانها او تابعتك عشانها، بتكون غدوه دون ما تشعر في ناس بيعجبوا بيك. لما نشوفوك انت ماشي في الاتجاه بتاع الليونه ده وبتاع التانيث والكلام الفارغ ده، بتلقى انك انت ضيعت كميه كبيره من الشباب، ضيعت كميه كبيره من الناس، وضيعت كميه كبيره من الاطفال اللي هم كانوا شايفين انك انت غدوه، وانت عشان بتعمل الحاجات السيئه دي والحاجات الشاذه دي هم شافوه غلط. فانا ما بقول انه دي مشكله كبيره،
ولا بقول انها مشكله بسيطه، ولا بقول انها دي مشكله عاديه، بقول دي كارثه. دي كارثه كبيره جدا حلت علينا نحن، وانتشروا بشكل كبير، وبقوا جريئين جدا، موجودين في منصات التواصل الاجتماعي، وعندهم لايفات، وعندهم جروبات، وعندهم فيديوهات، وعندهم كميه كبيره من عدم الحياء، وعندهم كميه كبيره من الجرأه، لدرجه انك انت اذا حاولت تتناقش معاهم اي نقاش في الموضوع ده، فانت حتسمع كلام يندمك على انك انت دخلت معاه في الحته دي. سؤالي للناس والقصه البسيطه اللي انا حكيتها دي، انه علاج الحاجه دي شنو؟ يعني هل نحن نسكت وكل زول كل شاة معلقه من عصبتها، ولا احنا نتكلم في الموضوع ده في المنصات، ولا انه القصه دي اخر الزمان ونحن نعمل ميتين زي ما بقولوا والموضوع ينتهي؟ انا ما عارف اعمل شنو، لكن قلت يا اخي اطلع فيديو اتناقش مع الناس، عسى ولعل انا رايي ممكن يكون غلط ورايي ممكن يكون ما صح، والناس يدوني راي سديد في الحته دي. ممكن يكون كلامي ملخبط، ويمكن يكون ما مترتب، لكن خلونا نفتح النار على المسكوت عنه، عشان بعد ذاك نقدر نقيف على النقاط السيئه اللي ممكن تشوه سمعتنا قدام روحنا، وقدام الدول اللي احنا هاجرنا ليها، وقدام جنسيتنا، وقدام بلدنا، وقبل ده كله قدام ربنا. يعني ده الشيء الأسوأ. تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشوف التعليقات، بعد ذاك ممكن نعمل فيديو ثاني اذا الناس اتفاعلت مع الفيديو ده وعلقت عنه بشكل كبير، ممكن ناخذ التعليقات دي كلها ونجي القط لكم فلان الفلاني قال في التعليق كذا وضرايه، ونتناقش كلنا مع بعض لحد ما نصل لحل. انا زي ما قلت لكم، انا لا جلاد، ولا انا مراقب للمجتمع، ولا انا زول ممكن يكون في موقع يسمح لي بانه انا اكون زول مرشد او زي ما تقول دليل للناس، لكن انا زول سوداني وبتهمني قضايا بلدي وقضايا اهلي واصحابي وزملائي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.